السلام عليكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة يا رب واحسن حال. دلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض محشي كرنب. هنعمل التسبيكة بتاع المحشي. حطيت الزيت والبصل، حطيت الفلفل الاحمر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يلا يا حبايبي هشوحها كده مع بعض كويس. حبايب قلبي انا مش عاوزاها تحمر عشان ما تحرقش السن، فدلوقتي حطيت بقى شوية كمون صغيرين كده عليها عشان يبقى ريحة البصلة حلوة كده. ونحط بقى ننزل بايه معلقتين بقى معجون طماطم، نحورهم كويس قوي كده. وبعدين بقى يا حبايبي ننزل بايه بالطماطم بقى اللي انا ايه غسلاها كويس مقطعاها مكعبات. نزلت يا حبايبي هنا بالطماطم اهي مقطعه مكعبات. ليه؟ عشان هنعمل محشي كرنب، والطماطم المقطعه مكعبات بتبقى طعمها جميل جدا في محشي الكرنب بالذات. ونسيبها تسبك بقى يا حبايبي ونشوف هنعمل ايه. حبايبي ادي الكرنب اهي جايه لسه من الارض طازه، بوريها لكم اهي عشان ايه ادخل بقى علقت على الميه عشان اسلقها. هي جايه بالليل من الارض واحنا دلوقتي الصبح. هخش بقى علقت الميه عشان ايه نسلقها بقى مع بعض. شلت منها الورق الاخضر عشان اقورها بقى، وهي لسه بالراس بتاعها بالجدر بتاعها لسه. هقورها بقى، قورتها اهي يا حبايبي. اهي نسلقها بقى. ودلوقتي يا حبايبي حطيت الكرنب اهي في الميه السخنه اللي سخنتها قوي. حطيت فيها ملح في الميه، وقلبت الكرنبه كده على الفوم اللي هو المفتوح المتقور شويه كده، وبعدين اقلبها بقى. حبايب قلبي انا قلبتها اهي لان مش هتستحمل، يا دوب لسه قلبها حالا. وطبعا الورق بتاعها رقيق جدا، فانا ايه قلبتها وهطلع على طول بقى. بشيل من هنا كده وهطلع على طول. يستاهل قدامي اهو. وهطلع بقى هطلعها بقى يا جماعه واجيلكم. حبايبي التسبيكه معايا كفايه كده عليها لان ما بسبكش علشان طبعا ايه المعده ما عادتش مستحمله.
فهي معايا بقت كويسه هي يا جماعه. وادي معايا التوابل بتاعتي اهي، كزبره ناشفه وكمون وبهارات محشي وسكر وملح ومكعبين مرق دجاج وبابريكا وشطه وفلفل اسود. طبعا بهارات المحشي دي عليها زنجبيل وقرفه. دي اخر حاجه خالص بحطها بقى على التسبيكه واطفي عشان ريحتها ايه ما تطلعش منها. وكمان معايا كمان 4 قرون توم، 4 فصوص كده توم وفلفل كده هدقهم مع بعض في الهون او الصلايه، احنا بنقول عليه الصلايه. وده بعد ما نطفي خالص على التسبيكه نحط بقى عليه وهما نيين كده. ودلوقتي جبت معايا الطاجن اهوت عشان اعمل فيه المحشي، محشي الكرنب. هقطع فيه بقى البصل والفلفل وهرجع معاكم بقى تاني. حطيت البصل اهوت حلقان حلقات من البصل وقطع الفلفل ورشيت عليه ملح فلفل اسود وبابريكا في الارضيه عشان ايه ارص بقى اللحمه عليه ونحشي فوقه بقى. رصيت يا حبايبي قطع اللحمه اهي، ورشيت برضو عليها شويه فلفل اسود ونحشي بقى فوقها بقى. ويلا بينا. ودلوقتي يا حبايبي معايا هنا غسلت الرز وصفيته كويس وحطيت عليه التسبيكه هي اللي انا مسبكاها والخضره هي مقطعاها فوق التسبيكه. ونقلب بقى ونقلب الحاجه دي ببعضها بقى كده. نقلب الخلطه كويس كده يا حبايبي وارجع لكم بقى. هقلبها بقى وارجع لكم. وادي الخلطه اهي يا حبايبي بعد ما قلبتها اهي. ونحشي بقى ونرجع يلا. حبايب قلبي حشيت طاجن المحشي اهو، واخش بقى جوه ايه الشوربه بقى. ويلا نشوف هنعمل ايه. وكان معايا هنا ماسوره يا حبايبي، ولعت عليها النار وعشان تعمل شوربه كده للمحشي، وهي عملت شوربه جميله اهي. نسقي بقى المحشي بتاعنا اهو يا حبايبي. ودلوقتي حطينا يا جماعه الشوربه على المحشي اهو. محشي الكرنب بيبقى على اول اصطبع من تحت، اول سطر كده من تحت اهو عشان يبقى مفلفل معانا وجميل. وانا احب جدا بقى على محشي الكرنب الايه ارش كده البابريكا علشان يبقى المحشي لونه ايه جميل كده. يلا هغطيه بالفويل ومسخنه الفرن كويس جدا، واحطه يا حبايبي في الفرن على اول حاجه بالفرن من تحت، اول رف كده يا حبايبي. يلا هغطيه بقى وادخله الفرن. ممكن كمان نعمله على عين البوتاجاز ما يجراش اي شيء يعني. ممكن نغطيه بالفويل ونحطه على عين البوتاجاز كده نسويه عليه يبقى جميل جدا. ونشوفه بقى يا جماعه بعدين. ده المحشي بتاعنا استوى يا جماعه وطلع من الفرن اهو. ايه رايكم؟
هقلبه بقى معاكم دلوقتي. ايه رأيكم يا حبايب قلبي في شكل الطاجن؟ يا رب يعجبكم يا حبايبي، جربوه بإذن الله هيعجبكم إن شاء الله. محشي جميل جدا، مسيح زبدة اهو. الطعم ما شاء الله حكاية، ما شاء الله. واشوفكم بخير يا حبايبي، مع ألف سلامة.